يلا ابدأ. قول لك خلي يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهنئ نفسي وأهنئ المجتمع وأهنئ الرأي العام وأهنئ العدالة على صدور الحكم العادل من الجناه المرتكبين لجريمة قتل المغدور الشهيد عبد الله الأغبري، حيث كان قرار المحكمة اليوم القرار الأول فصل الدعاوي ضد المتهمين السابع والثامن بملف مستقل بحسب ما تم بيانه في محضر الجلسة، ومحاكمتهم بعد انتهاء فترة النشر كمتهمين فارين من وجه العدالة. اثنين، إرجاء النظر في طلب التصدي المقدم من محامين أولياء الدم إلى حين الفصل في الواقعات المتهمين المقدمين كفارين من وجه العدالة وهما المتهم السابع والثامن. ثلاثة، إقفال باب المرافعة بالنسبة للدعوى الجزائية المرفوعة ضد المتهمين الأول وحتى السادس، وحجزها الحكم والنطق به في حيثية حكمه في الجلسة. وسيتفضل الأستاذ القدير وضاح قطيش بقراءة فقرة منطوق الحكم. تم النطق بالجلسة في تاريخ يومنا هذا السبت الموافق 17/10/2020. كان القرار من قبل المحكمة والحكم بالآتي: أولا، إدانة المتهمين عبد الله حسين السباعي ووليد العامري ومحمد الحميدي ودليل القربة ومنيف المغلس، إدانتهم في التهمة المنسوبة إليهم في البند أولا في قرار الاتهام، وذلك الأسباب المشار إليه في الحيثيات. ثانيا، إدانة عبد الله إسماعيل عون القدسي بالتهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام، وذلك الأسباب المشار إليها في الحيثيات. ثالثا، معاقبة جميع المتهمين من الأول حتى الخامس، وهم عبد الله حسين السباعي، وليد العامري، محمد الحميدي، دليل القربة، منيف المغلس، إدانة معاقبتهم بالإعدام قصاصا، وذلك رميا بالرصاص حتى الموت لقتلهم عمدا وعدوانا المجني عليه عبد الله قائد عبد الله الأغبري وفقا للمشار إليه في الحيثيات. رابعا، معاقبة عبد الله إسماعيل محمد عون القدسي لمدة 2 تبدأ من تاريخ القبض عليه بالحبس لمدة 2 تبدأ من تاريخ القبض عليه، وذلك الأسباب المشار إليها في الحيثيات. خامسا، مصادرة المضبوطات المشار إليها في قرار الاتهام، وذلك للأسباب المشار إليها في الحيثيات. سادسا، إلزام المتهمين من الأول وحتى الخامس بدفع أغرام ومخاسير التقاضي لأولياء دم المجني عليه عبد الله قائد الأغبري، وذلك مبلغ وقدره 400,000 ريال، ذلك ما حكمت به المحكمة. عاشت العدالة. عاشت العدالة. عاشت العدالة.